السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي. عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنحل مع بعض أسئلة الدرس الثاني معانا في الوحدة الثالثة في التاريخ، وهو بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بنحل من كتاب إيه؟ بنحل من كتاب الامتحان 2023. ولو عندكم برضو أي سؤال اكتبولي في التعليقات وأنا هجاوبكم عليه. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يعد أول من أسلم من الموالي، طبعا اللي هم اللي كان يعني إيه اللي بيشتغل عند الرسول، خادم الرسول، كان مين؟ طبعا ده كان زيد بن حارثة. في أي مراحل الدعوة الإسلامية بدأ تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه للمحنة والابتلاء؟ طبعا دي كانت في المرحلة الجهرية اللي بدأ يعلن عن الدعوة. ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نقط يلتمس من أهلها النصر ولكنهم رفضوا دعوته. طبعا دولت كانوا أهل الطائف. بدأت مرحلة نقط من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة بعد البعثة. طبعا دي بدأت رحلة الجهر بدون مواجهة. الجهر بدون مواجهة. لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري عن أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله. لمن قيلت هذه العبارة؟ طبعا دي قيلت لأبا طالب. قيلت لأبا طالب. أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج إلى نقط ليتعبد فيه. طبعا كان بيخرج إلى غار حراء. تعد أول مدرسة في الإسلام. طبعا دي كانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم. دار الأرقم ابن أبي الأرقم. نادى الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته عمه، طبعا ده عمه أبو طالب، بينما حاربه عمه، طبعا عمه أبو لهب. كانت أول هجرة للمسلمين، طبعا دي كانت إلى الحبشة. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في سن 40 من عمره. طبعا إجابة صحيحة. استمرت مرحلة سرية الدعوة الإسلامية 4 سنوات. طبعا إجابة خاطئة لأن كانت 3 سنوات فقط، ما كانتش 4، كانت 3 سنوات فقط. اعتمدت المرحلة الثانية لنشر الدعوة الإسلامية على الجهر والمواجهة. طبعا لا، خطأ، لأن هي كانت على الجهر وبدون مواجهة. يبقى تبقى هنا نحط كلمة بدون. بدون اهي. تمام هنا. طيب. قاطعت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سانده من بني هاشم وبني عبد المطلب. طبعا إجابة صحيحة. يعرف العام الذي توفي فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب بعام الحزن. طبعا إجابة صحيحة. كانت رحلة الإسراء والمعراج تثبيتا وتكريما للرسول صلى الله عليه وسلم. إجابة صحيحة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد لله ويتأمل في خلقه قبل نزول الوحي. طبعا إجابة صحيحة. من يكون؟ طمأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه سيكون نبي هذه الأمة. طبعا ده ورقة ابن نوفل. ده ورقة ابن نوفل. جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره أن الله كلفه بحمل رسالة الإسلام إلى الناس. طبعا ده كان سيدنا جبريل عليه السلام. سيدنا جبريل عليه السلام. أول من أسلمت من النساء؟ طبعا دي السيدة خديجة. أول من أسلم من الصبية وكان عمره 10 سنوات علي بن أبي طالب. وأول من أسلم من الرجال هو أبو بكر الصديق. اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية. ما ينزله الله على الأنبياء عن طريق جبريل عليه السلام. طبعا ده الوحي أهو. ده الوحي. المكان الذي نزل فيه الوحي أو نزل فيه الوحي لأول مرة على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ده عندنا غار حراء. ده غار اهو حراء. المكان الذي صعد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلن دعوته بين الناس. طبعا ده كان جبل الصفا. قبيلة بمكة كانت من أشد المعارضين لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا دي قبيلة قريش. بما تفسر خروج محمد صلى الله عليه وسلم في شبابه إلى غار حراء. طبعا هنقول لكي يتعبد فيه ويتأمل في خلق الله من حوله. ويتأمل في خلق الله ايه؟ ممن حوله. أهمية دار الأرقم ابن أبي الأرقم في الإسلام. طبعا هنقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختارها لكي يتعلم فيها الناس أو يتعلم فيها المسلمون مبادئ الدين الإسلامي ويتدارسونه فيما بينهما، فأصبحت أول مدرسة في الإسلام.
رفضت قريش لدعوة الإسلام في بدايتها. طبعا هنقول لأن قريش ظنت أن هذه الدعوة تهدد مصالحها ومكانتها بين القبائل، كمان الدعوة تخالف دين آبائهم وأجدادهم، عشان كده قريش رفضت لدعوة الرسول. هجرت بعد المسلمين إلى الحبشة. طبعا هنقول بسبب اشتداء إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة أو بالهجرة إلى الحبشة، لأن ملكها النجاشي لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق. رحلة النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، طبعا قلنا رغبة الرسول أو بسبب رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان آخر للدعوة غير مكة، التماس الرسول صلى الله عليه وسلم النصرة من قبيلة ثقيف بالطائف. تسمية أبي بكر الصديق أو تسمية أبو بكر بالصديق، طبعا هنقول لأنه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، لأنه صدق الرسول في رحلة الإسراء والمعراج. ما النتائج المترتبة على إيذاء قريش للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه منذ الجهرة بالدعوة؟ النتائج اللي ترتبت على كده إيه؟ ترتب على ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان آخر للدعوة غير مكة، فحاول التماس النصر من قبيلة ثقيف بالطائف لكنهم رفضوا دعوته. كمان هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى يثرب. فشل قريش في رد الرسول وأصحابه عن دينهم. النتائج اللي ترتبت على كده هنقول طبعا ترتب على ذلك عرضت قريش الأموال والزعامة على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه رفض، فقامت قريش بمحاصرته ومقاطعة المسلمين وكل من وقف بجوارهم من قومه من بني هاشم وبني المطلب، واستمر الحصار والمقاطعة 3 سنوات. وفاة السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه أبي طالب، هنقول ترتب على ذلك حزن عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، لذلك سمي العام الذي توفي فيه بعام الحزن. كمان ان بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في البحث عن مكان آخر للدعوة غير مكة، فقام برحلة الطائف. ماذا كان سيحدث إذا قبلت قريش دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم البداية؟ إيه اللي كان يحصل لو قريش وافقت على الدعوة وقبلت بالدعوة اللي الرسول جالهم بيها؟ طبعا هنقول لن تقوم قبيلة قريش بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا المسلمين. أصبحت مكة هي مقر الدولة الإسلامية. لم يهاجر المسلمين إلى الحبشة، وكمان لن يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إلى الحبشة. كل ده كان هيحصل لو كانت قريش قبلت بالدعوة. طيب سوري الأول هنقول تاني الإجابة كانت لخبطنا لأن أنا عدتها تاني مرتين. هنقول الإجابة لن تقوم قبيلة قريش بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو المسلمين. لم يهاجر المسلمين إلى الحبشة. أصبحت مكة هي مقر الدولة الإسلامية. احنا قلت اللي هي بتاعت الحبشة دي مرتين. طيب كان بقى النجاشي ملك الحبشة ظالما؟ لو كان ظالم طبعا هنقول لم يأمر أو لن يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إلى الحبشة. ما كانش هيقول لهم خدوا بعض وبعضكم روحوا للحبشة. دلل تاريخيا مرت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدة مراحل. عندنا ايه؟ طبعا الدليل عندنا ان هي عدت بكام مرحلة؟ عدت ب4 مراحل. عندنا المرحلة الأولى اللي هي مرحلة سرية الدعوة. المرحلة الثانية كانت المرحلة الأول اللي هي سرية الدعوة دي كانت بداية البعثة حتى السنة الثالثة من الهجرة. طب المرحلة الثانية الجهرية أو العلنية بدون مواجهة، ودي كانت من السنة الثالثة للبعثة حتى الهجرة. والمرحلة الثالثة كانت مواجهة المعتدين على الدعوة، ودي كانت من السنة الثالثة للهجرة حتى السادسة من الهجرة. وآخر مرحلة اللي هي المرحلة العالمية الدعوة ومواجهة من يقف ضد حرية نشرها، ودي بدأت بصلح الحديبية سنة 6 هجرية.
السؤال اللي بعد كده، دلل تاريخيا معارضة قريش للدعوة الإسلامية منذ البداية. الدليل عندنا طبعا هنقول حيث قامت قريش بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم واتهامه بالسحر والجنون والكذب، دي أول حاجة. تاني حاجة تعذيب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأشد ألوان العذاب، ولكنهم صبروا وثبتوا على دينهم. عندما فشلت قريش في رد الرسول وأصحابه عن دينهم، عملت إيه بقى؟ قامت بعرض الأموال والزعامة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه رفض، حصار ومقاطعة المسلمين وكل من وقف بجوارهم من قومه من بني هاشم وبني المطلب، واستمر الحصار والمقاطعة 3 سنوات. كمان إيه؟ تدبير مؤامرة في دار الندوة لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها فشلت. حدد موقفا يدل على أهمية المرأة في صدر الإسلام. عايز سوري. طبعا حيث كانت للسيدة خديجة دور مهم عندما جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم يرتجف من غار حراء بعدما نزل عليه الوحي، فطمأنته وذكرته بخصال الحميدة، وأخذته لابن عمها ورقة ابن نوفل. طيب، كانت رحلة الإسراء والمعراج معجزة من المعجزات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم. في هذه العبارة وضح أسباب هذه الرحلة. طبعا أسباب هذه الرحلة إن أراد الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقد عمه وزوجته، ورفض أهل الطائف لدعوته. تمام كده؟ طيب، موقف كل من قريش وأبي بكر من الرسول بعد أن أخبرهم بهذه الرحلة صلى الله عليه وسلم. هنقول حيث كان موقف أبي بكر أنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قال ذلك فهو صدق أو فقد صدق. أما موقف قريش فطبعا كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. أسئلة للتميز، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. عارضت قريش الدعوة الإسلامية منذ اللحظة الأولى من أجل حماية مصالحها. طبعا هنقول من أجل حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية. من خلال قراءتك للنص المقابل، الدرس المستفاد من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش هو اللي هو والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه، طبعا ما تركته. ده بيقول هنا درس المستفاد من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش، طبعا هو التمسك بالحق. يدل لجوء السيدة خديجة لورقة ابن نوفل في مسألة الوحي على أهمية الاعتماد على أهل العلم. كان اختيار دار الأرقم ابن أبي الأرقم لتعليم مبادئ الإسلام في مرحلة، طبعا ديت هنقول في مرحلة سرية الدعوة. بدأت قريش في مواجهتها للرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بنشر الشائعات. دلل تاريخيا على صحة كل عبارة مما ياتي. تعرضت الدعوة الإسلامية إلى الاضطهاد من قبل ذوي القرابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هنقول الدليل حيث عارض أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة منذ اللحظة الأولى. تجلت قيمة السيدة خديجة بعد نزول الوحي. طبعا هنقول لسه قايلينها حيث قامت السيدة خديجة بطمأنة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرته ببعض خصاله الحميدة، وكمان أخذته لابن عمها ورقة ابن نوفل الذي طمأن الرسول صلى الله عليه وسلم وبشره بأنه سيكون نبي هذه الأمة. حدد الأثر الناتج عن رفض الرسول صلى الله عليه وسلم إغراءات قريش. الأثر إيه هنا عندنا؟ طبعا هنقوله إن حاصرت قريش وقاطعت المسلمين وكل من وقف بجوارهم من قومه من بني هاشم وبني المطلب، وكمان استمرار الحصار والمقاطعة 3 سنوات. ما تقييمك لمدى مصداقية العبارة الآتية؟ بدأت مرحلة المحنة والابتلاء منذ بداية الدعوة الإسلامية. طبعا عندنا هنا العبارة إيه؟ العبارة غير صادقة. ليه غير صادقة؟ طبعا هنقول لأن مرحلة المحنة والابتلاءات بدأت من المرحلة الثانية عندما صعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبل الصفا وبدأ يدعو الناس لعبادة الله الواحد الأحد
وترك عبادة الأصنام، وطبعا دي المرحلة الجهرية. حدد أوجه الشبه بين موقف أهل الطائف وأهل مكة من الدعوة الإسلامية في بدايتها. طبعا هنقول الموقف ايه ما بينهم او اوجه التشابه ما بين الاتنين دول ايه. طبعا ان رفض الدعوة، رفض الدعوة، تمام كده، الدعوة الإسلامية. وكمان الاتنين قاموا بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم. كده خلاص خلصنا الأسئلة. لو عندكم أي سؤال اكتبوهولي وإن شاء الله هجاوبكم عليه. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. مع السلامة، في حفظ الله ورعايته.